بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده هعمل لكم فيديو حلو وجميل وخفيف وكل مكوناته موجودة عندنا في البيت. هعمل لكم النهارده السينابون رول اللي احنا بنعمله واولادنا كلها بتحبه، فهعمله لكم بتكلفة صغيرة جدا ومش مكلف خالص. طبعا عندنا كل المقادير دي هتلاقيها عندنا في البيت. النهارده حبايبي معايا 3 كوبايات دقيق، ومعايا كوبايه، ال3 كوبايات دقيق بالكوبايه دي بتاعه الميه دي، ومعايا كوبايه لبن دافي، ودول معلقتين خل، ودول 3 معالق كبار سكر، و2 بيضه، بس البيضه تبقى طالعه من التلاجة او تسيبها في المطبخ شويه ساعه ولا 2. ودي حبايبي معلقه زبده اللي ما انا جبتها يا دوب فكيتها كده بس ما سيحتهاش خالص، ودول معلقتين كبار خميره. ومعانا هنا طبعا معلقتين الخل، انتم متعودين ان انا بحطها على طول في المعجنات، بتبقى حلوه وبترفع المعجنات وتخليها هشه وجميله. وهنا كمان رشه ملح صغننه على ال3 كوبايات دي دول. نعمل حاجه حلوه وسريعه لاولادنا طبعا في الشتاء ومش مكلفه. احنا عارفين طبعا السينابون رول ده غالي جدا بره، وبيبقى بالسكر وبالقرفه وبالزبده، بيبقى حلو قوي. هشتغل معاكم دلوقتي يا حبايبي اهو. معايا المضرب بتاعي، هحط كوبايه الحليب، حليب عشان اخواتنا الدول العربيه بيقولوا عليه حليب، انما عندنا احنا في مصر بنقول عليه لبن. هنحط اللبن واحط البيض، ادي 2 بيضه. سهل جدا ومش مكلف وبرده ما بياخدش مننا ثواني. واحط السكر، نعتبر بنحط كل المكونات، ودي حوالي معلقه كبيره او معلقه ونص زبده اهو. ننزلها كلها، طبعا دي زبده ما نسيبش اي حاجه في المعلقه اهو. في الطبق بتاعنا ما نسيبش اي حاجه، دي زبده طبعا. يعني ايه اللي ما عندوش ممكن يجيب ايه ب5 جنيه زبده من اي بتاع الالبان ولا كده، هنلاقي عنده زبده بتتباع قطع كده. ودول حبايبي، ودي الخميره، معلقتين كبار خميره اهو، ومعلقتين الخل عشان البيض طبعا، وكمان بيدي طراوه وهشاشه حلوه للعجين. ومعايا هنا فانيليا اهي، افتحها بس احطها جامد اهو. انا بجيب الفانيليا العلب دي بتبقى ريحتها اقوى من الاكياس اهي. احطها كلها. طبعا هنضرب دول كويس جدا بالمضرب كده زي ما انتم شايفين كده. ريحه الفانيليا دي بتبقى قويه قوي، مش غاليه كمان. العلبه دي مش غاليه، ب2 جنيه تقريبا من عند العطار. نضرب حبايبي دول كويس جدا كده مع بعض بالمضرب كده، بس نعملهم نقلبهم بس يختلطوا في بعض. بس زي ما قلت لكم هو مش متعب مش مكلف، وهنعمل حاجه حلوه لاولادنا بالليل في الشتاء ده واحنا قاعدين، بدل ما يشتروا من الفرن او من هنا او من هنا ما نعرفش اللي بره شكله ايه. انا هعمل لكم وصفات سريعه كده وبسيطه لاطفالنا وحبايبنا دايما بالليل وهم قاعدين. طبعا مفيش مدارس بيسهروا، اعملي لنا حاجه حلوه. انا عندي كده ابقى قاعده اقول اعملي لنا يا ماما حاجه حلوه. نقلب بس كويس كده. اللبن يا حبايبي يبقى دافي عشان الخميره، والبيضه زي ما قلت لكم طلعوها قبلها، لو من الثلاجه طلعوها قبلها بشويه اهو. يعتبر كله داب خلاص اهو، بس عشان السكر ما يحببش جوه العجين. كمان القرفه والسكر هحشي بالقرفه والسكر عشان يبقى ايه القرفه جميله بتدفي حلوه قوي في الشتاء ومغذيه. على فكره القرفه من الحاجات المغذيه جدا للجسم وبتقوي المناعه لاطفالنا. انا بعد كده هبحث لكم على الحاجات اللي هي فيها غذاء لاطفالنا دي واقول لكم عليها. بذاكر معاكم برضو على فكره عشان اعرف المعلومه صح، لازم اجيبها الاول واعرفها كده حبايبي. خلاص كده مش هنستعمل المضرب تاني، هستعمل بقى المعلقه الخشب العاديه اهي للعجين. انا طبعا زي ما قلت لكم حتى هنا رشه ملح تعادل بس ايه الحلويات بتاعتنا. وهننزل بالدقيق بتاعنا، دول 3 كوبايات. المج اللي تعايري بيه عايري بيه كل حاجه اهو. ال3 كوبايات دقيق، وهنعجن ونشوف لو احتاجنا رشه دقيق كمان هنحط، مش مشكله. احتاجنا حبه حليب كمان برضه هنحط اهو. وهنعمل لها الصوص بتاعها الحلو برضه مش مكلف. يعني انت ايه ال3 كوبايات دول يجي نص كيلو دقيق، مش كتير يعني. انا عايرتهم من نص كيلو هم 3 كوبايات
كيس خميره بجنيه او بجنيه ونص، مش هيكلفك كتير، وهتعملي وتفرحي ولادك بحاجه حلوه جميله قوي. متنسوش اللايك يا حبايبي، حطوا لايك وانتوا بتتفرجوا عليا كده. اهو هي تبقى عجينه بتبقى ايه يعني، مش طريه قوي ومش ناشفه قوي، هتبقى يا دوب ملزقه حاجات بسيطه كده. بس انا بعملها بالمعلقه عشان ايه ما اخدهمش في ايديا. معلقه الزبده اللي انا حطيتها دي هتدي طعم حلو، وانا عاوز معلقه زبده كمان او معلقتين في الحشو. اللي ما عندهاش تعملي بسمنه عادي، بس الزبده بتدي طعم اقوى، بتبقى حلوه. هي كده ايه، بصوا معلقه يعني هتعوز ايه معلقه دقيق ولا حاجه، هي ملزقه شويه بصوا اهي. فانا هجيب بقى معلقه دقيق كمان عليها، خليكم معايا. هجيب معلقه دقيق وهشتغل بايدي بقى، هسلك المعلقه وهشتغلها بايدي. هسلك المعلقه كويس اهو، كنت بقلب بس عشان ايه ما اخدش المكونات كلها في ايدي. هجيب رشه دقيق بايدي كده بصوا اهي. انا قلت لكم هي ممكن تحتاج شويه دقيق، بس في نفس الوقت مش هنخليها ناشفه قوي، هخليها عجينه بتلزق في ايديا بس بسيط. بصوا هي بتلزق ازاي، بس لما بعجن فيها شويه بتروح التلزيقه دي. بصوا حبايبي اهي، عجينها كويس كده. بصوا طول ما انا شغاله فيها التلزيقه بتروح، بس هي عجينه ايه بتلزق شويه، ما بتاخدش مننا وقت وما بتاخدش مننا عجن ولا مجهود. هلم بس الدقيق منها في الطبق كده بيها، هلم كل الدقيق فيها. خلاص كده تعتبر خلصت. هسيبها ترتاح شويه واجهز الحشو بتاعها، ترتاح 10 دقايق بس، واجهز الحشو بتاعها والزبده والحاجه وارجع لكم تاني. خلاص يا حبايبي العجينه ارتاحت اهي، ارتاحت بس 10 دقايق، مش هنسيبها تختمر، لا هنختمر بعد ما نشكلها دلوقتي معاكم. فانا فردتها بصوا، فردتها كويس اهو، وحاطه تحتيها ورق زبده. اللي ما عندوش ورق زبده يفرد كيس ويفرد عليه عادي، انا فردتها بالفراده دي. اللي ما عندوش برده فراده وعنده نشابه يعملها بيها او بايدك، هي كده كده عجينه طريه وحلوه قوي، بس احنا بنسهل على نفسنا ودي موجوده فقلت اعمل بيها. فخلاص كده سمكها حلو قوي، هنعملها حوالي سنتي، يعني يبقى السمك بتاعها سنتي نص سنتي عشان تبقى حلوه كده. خلاص اهو بصوا، ونفردها على هيئه مستطيل كده تبقى حلوه، شكل مستطيل كده حلو، ما نعملهاش مدوره عشان تتلف معانا الرول بالطول، ما يضايقناش، عشان ما ايه ما تبقاش فيها في الاطراف حتت زوايد كتير كده وتقعدي تقصي منها كده. خلاص خلصنا اهو. معايا بقى صينيه دهنها برده معلقه زبده هنجهزها جنبنا، ومعانا هنا الزبده عشان ندهن بيها العجينه اهو. ندهن بها العجينه كده عشان الحشو والسكر والقرفه تلزق فيها على طول. الخطوه دي مهمه لازم نعملها برضو. اللي عايز يعملها سمنه براحته، اعمليها سمنه عادي اهو حبايبي. هنعملها كده اهو كده، يبقى عجينه مغذيه، فيها البروتين لاولادنا، فيها البيض، فيها اللبن، مغذيه جدا، فيها النشويات. يعني لو انت هتديهم واحده في ايديهم ياكلوها حلوه قوي وكفايه. تنفع فطار لاولادنا برضو حلوه مع كوبايه شاي بلبن، هتبقى حلوه قوي. هدهن كده زبده زي ما انا قلت لكم اهي، وهنعمل لها صوص حلو او جليس حلو اللي بتباع بره غالي برضو، او هنعمله بقى حلو قوي صوص حلو هعمله معاكم. بس هشكلها والفها واسيبها تختمر. هندهن كده بالفرشه الزبده كده اهو، طبقه زبده خفيفه كده مش كتيره، وانا حاطه معلقه زبده واحده برضو في العجينه من جوه انتوا شفتوها كده. اللي عنده الزبده العاديه اللي بتشتري مكعبات دي، اعملي مكعب واحد بس تدفيه كده او سيبيه بحراره المطبخ هيبقى حلو اهو حبايبي. هتدي لها طعم جميل قوي، ولادنا بيحبوا الحاجات دي، بس طبعا الحاجات دي غاليه جدا بره. فنص كيلو دقيق ب4 جنيه مش غالي، ومش هيكلفك حاجه، وبيضتين وكوبايه لبن، تجيبي نص كيلو لبن او ربع كيلو لبن اهو. ندهنها كويس جدا كده، الزبده هتديها طعم حلو قوي. لو عندك سمنه بلدي انت مسيحاها عايزه تدهني بمعلقه من سمنه بلدي ماشي، هتبقى حلوه برده، بس خليها ايه تبقى متجمده شويه كده يدوب بحراره المطبخ
خلصناها اهو. هنعمل بقى الحشو. اللي ما يحبش القرفه، في ناس ما بتحبش القرفه، ممكن تعملي كاكاو على السكر برضه، هيبقى جميل قوي، عشان في ناس ما بتحبش القرفه قوي برضه. اعملي معلقتين 3 كاكاو على معلقتين 3 سكر، واعمليهم الحشو برضه، هتبقى حلوه معاكي جدا. هنيجي بقى نقلب كده الحشو كله مع بعضه اهو. بس انا عندي ولادي بيحبوا القرفه، وهنحط كل الحشو زي ما انتم شايفين كده، كل الكميه دي هنحطها كده بالطريقه دي كده. وهنلفها بقى رول، وتديني برضو الصينيه زبده او سمنه زي ما انت عايزه، بس هنحط كميه الحشو كلها عشان تدي طعم حلو كده. نعمل لها برضو زي ما قلت لكم صوص حلو، بس لما نخلص خالص كده بقى احنا هنسيبها نلفها رول معاكم كمان اهو. بصوا هنيجي من هنا بقى بالراحه كده اهو، هي مش لازقه خالص اهي عشان دي ورقه زبده، وكمان العجينه فيها زبده. بصوا هنلف كده بالراحه جدا اهو، بالراحه جدا على العجينه. بصوا العجينه طريه جميله قوي، وطريه في ايدينا عشان فيها الزبده وفيها معلقه الخل. حطوا في المعجنات بتاعتكم على طول معلقه الخل دي، بتخليها هشه وجميله قوي. هنتكه شويه كده مع بعض عشان ايه الحشو ايه يثبت فيها اهو، تبقى سهله في الحشو في الرول كده اهو. التكه هنا كده عشان ده يثبت بس جوه، بس انا مش عايزه الم ايه الزبده اللي فيه بايدي، فانا قلت ايه اعملها كده. همسح ايدي بقى عشان من العجينه من بره ما يبقاش فيها اللون بتاع القرفه اهو. بصوا رجعت لكم تاني اهو، بمسح ايدي بس اهو. تبقى جميله، ريحه القرفه جميله قوي حبايبي، جربوها، جربوا طريقته فيها دي ان شاء الله هتعجبكم اهو. يبقى من هنا كده كده، وهقفل كويس قوي، نقفل كويس قوي قوي من هنا كده عشان ما تفتحش معانا اهو. نقفل كويس قوي كده ان شاء الله هتعجبكم، وهتجربوا طريقتي دي وهتعجبكم، هتبقى حلوه قوي. هنقفل برضو الاطراف كده، الطرف ده اللي احنا هنحط عليه كده على الصينيه فهنقفله، وهنقفل برضو الطرف التاني. وهنشكلها بايه او هنقطعها بايه، ممكن بالسكينه، بس انا هجيب ايه المره دي مش هشكلها بالسكينه، هشكلها بحاجه تانية. خلاص يا حبايبي، انا جبت فتله العاديه اللي احنا بنشتغل بيها الخياطه دي، وعملت بايدي كده 3 صوابع كده عشان تبقى كله مقاس واحد. الفتله اسهل من السكينه. بصوا هنعمل كده كده، بصوا طلعت على طول ازاي اهو. بصوا الشكل، عشان السكينه ساعات بتاخد ايه كده معاها وهي نازله الحروف بتاع العجين، احنا كده نقطعها كده ونحطها في الصينيه اهو. تاني هعمل كده، احط الفتله اهو، سهله جدا كده. فتله عاديه من اللي احنا بنخيط بيها حاجتنا كلنا اهي، ونقيس بايدينا كده وبالفتله ونعمل كده اهي. بتقطع بكل سهوله، وفي نفس الوقت ما بتطبقش ساعات السكينه بتاخد كده كده وهي نازله منها اهو. تاني اهو، هنعمل كده برضو بايدينا كده عشان كلهم يبقوا مقاس واحد اهو، بالفتله وننزل كده، سهله جدا اهي. هنقفل بقى من هنا كده، اللي احنا هنحطها تحت في الصينيه هنقفلها كده اهو، وهنحط الناحيه المفتوحه فوق. هنخلي فيه ايه مسافه شويه صغيره كده بينهم وبين بعض. هعمل معاكم كمان واحده وبعد كده انا ايه اكمل الباقي اهو. هحط تحتها كده، عشان انا بعمل كده بايدي ليه، عشان يبقى كله مقاس واحد اهو. تاخدي الفتله كده مع بعض، ممكن تقطعي بالسكينه عادي لو مش عايزه تعملي كده، السكينه برده كويسه، بس انا قلت ايه نسهل على نفسنا اهو. هنقفل كده من تحت كده صغننه كده، بس عشان ما تنزلش في الصينيه والزبده تسيح في الصينيه اهو. الناحيه اللي هتبقى تحت بس اللي هنقفلها بالطريقه دي كده. هكمل بقى الكميه كلها واوريكم. خلاص يا حبايبي، خلصت الكميه اهي، دي الكميه بتاعتي اللي انا عاملاها خلصتها. وهدين دي الزبده اللي فايضه مننا، هجيب بقى ايه وندهن الوش كده زبده عشان تديله لون حلو قوي اهو. دي بس عشان اللون، بس عشان تتحمر وتديها لون حلو
اهو بالفرشه كده كده. حته زبده بسيطه اللي فاضله مننا اهي. لو عايزه تدهنيها تعملي صفار بيضه وتدهنيها بيه وتحطي عليه فانيليا او شويه نسكافيه اعملي كده، هتبقى حلوه برضو. بس احنا قلنا هي فيها القرفه كفايه، فمش هحط نسكافيه تاني بقى. اهو هي حته الزبده صغننه يا دوب على قد الوش اهو. هنسيبها بقى نغطيها بكيس او بفوطه كمان، نحط كيس كده بس عشان الزبده ما تتعملش في الفوطه، تتمسح في الفوطه. وهنحط كيس وهنحط عليه فوطه ونسيبه في مكان دافي يختمر لحد ما يتضاعف حجمه جدا. وبعد كده هولع الفرن واسويه ونعمل بقى الايه الصوص بتاعه. هوريكم الصوص بتاعه وخاماته بعد ما اخلص واعمله معاكم كده. خلاص هشيله في مكان يختمر، وما يختمر هوريه لكم. خلاص يا حبايبي انا خلصت، طلعت السينابون من الفرن وسبتها تبرد خالص. لازم تبرد قبل ما نعمل الصوص بتاعها ده. دلوقتي انا معايا الصوص، معايا دول معلقتين زبده اهم مطلعاهم من ساعتها من التلاجة، درجه حراره المطبخ برضو تبقى سايحه خالص. دول معلقتين زبده، كمان هتحطي زبده تاني في الصوص عشان تبقى طعمها حلو. ودول معايا حوالي 3 معالق كبار ملانين قوي جبنه كريمي، عشان الصوص ده بيبقى بالجبنه بيبقى حلو قوي. الصوص ده اللي بيتحط عليها بره وبيبقى غالي جدا. انا هعمله لكم اهو بطريقه سهله وبسيطه، مش هيبقى غالي معانا ولا حاجه. نشتري حتى في منها سايبه، نشتري منها السايبه عادي. ودي نص كوبايه سكر بودر انا عملتها عندي في المطحنه، نعمتها خالص كده زي ما انتم شايفين. هحطها برضو اهي. ده الجليز اللي بيبقى فوقها او الصوص اللي بيبقى فوقها، اللي بيتباع قد كده في المحلات، غالي جدا يعني. الواحده مع الصوص ده بتبقى اغلى كمان من ان هي لوحدها كده. خلاص اهو. المفروض ان احنا ايه، لو المضرب عندك مضرب كهرباء، انا عندي مضرب كهرباء بس انا قلت ايه باليدوي كده احسن. بصوا اهو نضربه جامد كل ده مع بعضه. انا طلعت السينابون من الفرن زي ما قلت لكم، بس سايباه يهدى خالص عشان اعرف احط عليه الصوص ده. بصوا هيبقى صوص كريمي جميل قوي. نضربه جامد كده عشان الزبده تسيح اهو. لو طلع تقيل معانا هحط نقطه لبن صغيره خالص عشان اعرف احطه عليها. هجيب حبه لبن بصوا، حوالي معلقتين كبار لبن عشان يبقى سايح شويه وننزله عليها على طول اهو. هضرب تاني كده بالمضرب، بس ده ما يتحطش عليها لما تبرد تمام، تبقى بارده جامد خالص ما فيهاش سخونيه، يدوب دافيه كده. بصوا اهو. بصوا حبايبي بقى عامل ازاي. ده الجليز او الصوص اللي بيتباع في المحلات، بيبقى غالي قوي. ليه غالي؟ ليه يعني؟ جبنه كريمي لو عندنا جبنه مثلثات تنفع، لو عندنا جبنه كيري تنفع. لو رحنا عند اللبان وقلنا له هات ب10 جنيه او ب5 جنيه جبنه كريمي مش سايبه هيدينا. فكده احنا عملنا حاجتنا حلو ووفرنا كمان اهو كده. خلاص اهو مش هعمل فيه حاجه تاني خالص عن كده. هجيب بقى استنى شويه لما تهدى خالص. انا طلعتها دقيقه واحده هتبرد خالص واجيبها ونحط الصوص عليها كده. حبايبي طلعت السينابون من الفرن وسبته لما برد خالص. بصوا بمسك الصينيه كده كويس، دافيه يدوب دافيه بس. واحنا عملنا الصوص معاكم اهو. هنحط بقى الصوص عليها بس بعد ما تهدى خالص وتبرد زي ما قلت لكم عشان ما يسيحش عليه. هننزل كده بقى بالصوص ده كده على السينابون بتاعنا كده. الصوص ده جميل قوي، بيخلي طعمه احلى كمان وبيديله طعم حلو قوي وطراوه حلو اهو. هننزل عليه كده بيه كله. جربوا طريقتي دي، متنسوش اللايك. يا رب الطريقه دي تعجبكم ان شاء الله. احلى سينابون بيتي معمول بنظافه وبتكلفه بسيطه خالص جدا، وطعمه بقى خرافه وريحته ماليه البيت. ايه جميل جدا. القرفه ريحتها جميله جدا. في ناس كتير ما بتحبش القرفه انا عارفه زي ما قلت لكم، فاللي مش عايز القرفه يعمل كاكاو. بصوا بصوا منظر الصوص ده هو نازل. ده اسمه الجليز او الصوص بتاع السينابون. في ناس ورا التصوير بتبلع ريقها ايه، هتموت ورايا. طبعا انتوا عارفين هي مين. بصوا اهو. هحط كده كميه زي ما احنا عايزين. هم خلاص حفظوا هي مين. حفظوا ان هي شروق. مفيش حد معايا في المطبخ كده ولا بيكلمني كده ويعمل كده الا شروق طبعا.
اليومين دول مفيش جامعات ومفيش دراسة، فقعدالي بقى في البيت. بصوا حبايبي اهو. نخلي بقى الكمية الباقية، اللي عايز ياخد زيادة كمان اما يطلع في الطبق ياخد زيادة. كده خلاص اهو، خلصنا الكمية. معايا ايه تزيين تاني؟ معايا ده الفستق الكداب، انا عاملاه في البيت، ان شاء الله هعمله معاكم مرة وهعرفكم بيتعمل ازاي. هنجيب بقى كده رش على كل واحدة كده، ريحته جميلة طبعا وبيدي طعم حلو. جربوا حبايبي الطريقة دي في السينابون، هتعجبكم ان شاء الله. وما تنسونوش بقى في اللايك والشير وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من قناتي. وجربوا طريقتي دي، وانا بشكركم جدا 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 على تعليقاتكم الجميله. انتوا بتكتبوا لي تعليقات جميله جدا جدا جدا، بشكركم جدا عليها. على كل حد بيدخل لي بكومنت جميل انا بشكره جدا جدا. يا رب خليكم ليا، وان شاء الله اوصل بيكم وانجح بيكم، ويبقوا انتوا السبب في وصولي ان شاء الله وفي نجاحي. ربنا يخليكم يا رب. كل اللي بيدخل عندي بيديني بيشجعني وبيديني قوه ان انا استمر على العمل. وربنا يخليكم حبايبي وما تحرمش منكم ابدا. كده يبقى خلصنا النهارده الفيديو بتاعنا النهارده. يا رب يكون خفيف عليكم حبايبي. ما تنسونيش زي ما قلت لكم في اللايك والشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من عندي. وجربوا السينابون بطريقتي، تكلفه بسيطه جدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.